قارئ دفن هو وزوجته في يوم واحد. يا ترى مين هو؟ اسمع الحكاية للآخر. 1928 بمحافظة الغربية، المحافظة اللي طلعت العظماء من دولة التلاوة المصرية، أمثال سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري وعمنا الشيخ مصطفى باشا إسماعيل، اللي كانوا لهم عميق الأثر في تلاوة قارئنا. فقارئنا كان له من إتقان الأحكام والقراءات كما الشيخ محمود خليل الحصري، وكان له من البراعة في الأداء النغمي والمقامات كما عمنا الشيخ مصطفى اسماعيل. التحق بالإذاعة المصرية عام 1964 وعين قارئا للسورة بالمسجد الأحمدي بقرار جمهوري من الرئيس محمد أنور السادات. في منتصف الثمانينات أصدر المسؤولين بالتلفزيون المصري قرار بمنع ظهور القراء كفيف البصر في النقل الحي لصلاة الجمعة، وكان مبررهم للقرار ده هو صعوبة تنبيه القارئ بانتهاء التلاوة ورفع أذان الجمعة. قارئنا هو كان القارئ الكفيف الوحيد اللي لم ينفذ فيه هذا القرار، ولم يجرؤ أحد على إزاحته من قراءة الجمعة لما كان التلفزيون بينقل من الجامع الأحمدي. الفريق محمد سعيد الماحي كبير يوران رئاسة الجمهورية اتصل عليه وطلبوا لعزاء والدة الرئيس محمد أنور السادات، لكن قارئنا كان متفق ومدي كلمة في عزاء آخر، فيعني اعتذر عن الدعوة بشياكة وبدبلوماسية. نشأ بين قارئنا وزوجته ارتباط روحي من نوع فريد، وبيحكى من لسان ابنة سيدنا ان في مرة اجتمع ولم الأسرة والأولاد، وجه موجه كلامه لابنه الكبير ان تصلوا علي الجمعة بمسجد السيد البدوي وتدفنوني على المقابر. فطبعا ابنه استعجب، اشمعنى يعني الجمعة؟ انت اخترت يوم الجمعة؟ فبعدين بعدها وجه كلامه لزوجته بيقول لها ما تيجي احنا الاثنين نموت في يوم واحد. فزوجته قالت له لا انا مش عايز اموت، حرام نوجع ولادنا احنا الاثنين في يوم واحد. تشاء الاقدار سبحان الله بهذه الكرامة ان الشيخ يتوفى يوم الجمعة ويتصلى عليه في الجامع الأحمدي، وعلى العصر زوجته تتوفى وتدفن ليلا لحين وصول ابنهم من السعودية، وتتحقق الأمنية بتاعت قارئنا إن هو وزوجته يدفنوا في يوم واحد. قارئنا هو عمنا الشيخ محمد عبد العزيز حصان.